السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود صبري، وده الفيديو 29 من كورس How to be an audio developer بالعربي. في ده احنا عايزين نتعرف على السيكونس وايه اهمية السيكونس، بيكون شكله عامل ازاي. اولا شكله بيكون عامل ازاي. لو بدأنا ندخل هنا على السيلز، بدأنا نفتح اي اوردر من الموجودين دول، هنلاقي ان في حاجة هنا مكتوبة S00116. هو ده مش شكل جمالي هم حاطينه يعني، لا ده له هدف. الهدف اولا الرقم ده بيتولد بشكل اوتوماتيك، بيتولد بشكل يونيك، ان هو كل اوردر بيكون ليه سيكونس معين، او يعني بيكون ليه سيكونس معين. طب برضه استفدنا ايه يعني؟ ما هو اولا عمليه التراكنج للريكورد هتكون بسهوله جدا. انت هتبدا تسرش او تعمل تراكنج للريكورد عن طريق الريفرنس ده، يعني اللي هو S00116. لو انا عايز اوصل الاوردر ده هوصل له عن طريق الاي دي ده، مش هوصل له عن طريق الكاستمر ولا الديت مثلا. طب برضه هستفاد ايه من حاجه زي كده؟ طبعا هستفاد ان انا هبدا اراعي الاكونتنج ستاندر واللو ستاندر، هتساعدني في حاجه زي كده بشكل كبير يعني. وكمان هراعي ان انا هبدا افرق بين كل موديل والتاني، اللي هو كل الريكورد اللي هتكون تابعه للموديل السيلز هتكون بتبدا ب اس. بس لو دخلنا مثلا على الانفويسنج هنلاقي ان هي بتبدا باي ان في، فبالتالي هبدا افرق بين كل ريكورد والتاني. لما اشوف الريكورد ده ابقى عارف ان هو تابع لي الانفويسنج، ولو بدات ادخل على ريكورد تاني بيبدا بالاس اعرف ان هو بادئ تابع لي السيلز. طب هنقدر نعمل حاجه كده ازاي داخل الموديولات بتاعتنا؟ يعني احنا هنا داخل مثلا السكول، عايزين نخلي كل ستودنت له سيكونس معين، هنقدر نعملها ازاي؟ فبكل بساطه هنيجي هنا داخل الموديول بتاع السكول بتاعنا، نبدا نعرف فولدر جديد هنسميه داتا، وداخله هنعرف فايل جديد هنسميه sequence.xml. طبعا لو حضرتك عايز تحط الفايل ده في الفيو مفيش مشكله، بس هو يفضل يعني اللي هو يتعمل فولدر جديد للداتا بحيث تقسم كل حاجه لوحدها يعني. نبدا نقول اودو عادي خالص، هنبدا نعرف ريكورد جديد، هنديله اي دي. احنا هنبدا نعمل السيكونس ده للستودنت، فهنخليه وليكن مثلا student سيكونس او سيك. والسيكونس تابع لانهي موديل؟ هو تابع لموديل الاي ار دوت سيكونس، اي ار دوت سيكونس. واي ريكورد الفيلد الاولاني بتاعه زي ما اتعودنا يعني اللي هو النيم، فالفيلد الاولاني هيكون النيم. الاسم بتاعنا هيكون ايه؟ وليكن مثلا هنسميه student سيكونس. بعد كده الفيلد اللي بعد كده هو الفيلد المهم اصلا، اللي هو احنا هنستخدمه داخل الكود بتاع بايثون، وهو الكود ده احنا هنستخدمه، فهنسميه لازم يكون اسم يعني مميز للسيكونس ده، فاحنا هنسميه وليكن مثلا student دوت sec. بعد كده الفيلد اللي بعد كده برضو فيلد مهم اللي هو اسمه البريفكس، وده لازم تكون هتختاره بناء على الموديل بتاعنا. يعني احنا الموديل بتاعنا اسمه student، فالبريفكس ده اللي هو الكلمه الاولانيه، اللي هو لو رجعنا هنا للسيلز الاس ده كان يعني هو المفروض stand for سيلز، فاحنا برضو عايزين نعمل حاجه مميزه للستودنت بتاعنا، فهنخلي البريفكس الكلمه الاولانيه اللي هي هتبقى في السيكونس هنخليها اس تي دي بحيث تكون stand for student يعني. بعد كده في حاجه مهمه برضو اللي هي البادنج، اللي هو عدد الارقام اللي هتكون بعد الاس تي دي هتكون ايه. يعني هو هنا المفروض عدد الارقام اللي بعد الاس كانت 5، فاحنا برضو عايزين بعد يعني هيكون عندنا الاس تي دي ده البريفكس، وعايزين نشوف ايه الارقام اللي هتكون بعده، احنا عايزينها برضو تكون 5، فعادي بكل بساطه هنخلي البادنج 5. بعد كده الحاجات اللي بعد كده هي اوبشنال بس لازم نكون عارفينها يعني. اول حاجه عندنا في حاجه اسمها النمبر نيكست، اللي هو اول رقم هنبدا بيه ايه. يعني اول اس تي دي هتكون ايه؟ هل هتكون اس تي دي اس تي 000 ولا احنا عايزينها تكون واحد؟ ان هو اول حاجه هتكون متسجله بواحد، فهنقول النمبر نيكست بواحد. طبعا لو حطينا 2 هو هيبدا من اول الستودنت 2 او الاس تي دي يعني 002. بعد كده احنا هنزود بكام يعني؟
النمبر انكريمنت، احنا عايزين هتزود لي كل اس تي دي هتزودها بكام، فاحنا المفروض هنزودها بواحد منطقي يعني، اللي هو الاس تي دي 001 هيكون بعده الاس تي دي 002. طبعا لو انت عايز تزود، لو البيزنس مثلا طلب اللي هو يكون بيتزود مثلا برقمين او اربعه عادي. بعد كده في حاجه اسمها الامبلمنتيشن، ودي يعني مش هي تعتبر اوبشنال زي هو زيها زي اللي فوق يعني، ومش لازم نضيفها يعني، بس هي فيها منها نوعين، حاجه اسمها ستاندر وحاجه اسمها نو جاب. الستاندر هو المفروض اسرع، وهو ده المفروض اللي هيتعمل يعني، هم هيستخدموه باي ديفولت يعني، بس بيحصل فيه جاب لو حصل كراش ولا حاجه. انما النو جاب هو ابطا شويه، بس ما بيعملش جاب يعني. في حاجه تانية اسمها الكومباني اي دي، احنا عايزين نضيفه لانهي كومباني، عايزين السيكونس ده يكون تابع لانهي كومباني. طبعا احنا لسه ما شرحناش الكومباني وازاي تكريت كومباني اصلا، فلما نشرحها ان شاء الله هنبقى نتعرف عليها. بعد كده هنرجع للموديل بتاع الستودنت، هنعرف فيلد جديد هنسميه ستودنت ريف. السترنج بتاعه ممكن نسيبه فاضي، وهو ريكوايرد طبعا، والكوبي بتاعه يعني الكوبي هنا فولس، اللي هو لو حصل دوبليكيت، لو عملت دوبليكيت للريكورد ما تاخدش كوبي من الستودنت ريفرنس، لا حطه لي بنيو عشان يبدا يكريت له يبدا يكريت يعني سيكونس دي، وهو يكون القيمه بتاعته ريد اونلي. هنبدا نديله ديفولت فاليو اللي هي نيو، equal new. بعد كده هنيجي نعمل اوفر رايد على الكرييت ميثود. في البدايه ممكن نضيف الفيلد ده داخل الفورم، شوف شكله بيكون عامل ازاي يعني. نرجع هنا على الستودنت، هنيجي هنا داخل او فوق البيزك انفورميشن، نبدا نضيف فيلد جديد من الستودنت ريفرنس. ممكن نديله بس كلاس كده h1 بحيث يكون يعني يتظبط الشكل بتاعه يعني. نبدا نعمل كلوز، نبدا نعمل ابجريد، شوف شكله هيكون عامل ازاي. نرجع للسكول، نبدا نكريت ستودنت جديد، فهنلاقي ان هو مكتوب هنا نيو. احنا عايزين بقى النيو دي تكون اس تي دي 001 مثلا، ان هو هنفترض ان الستودنت اللي فاتت دي هي اتكريتد بالفعل، مش هنعمل لها ابديت يعني. فاحنا عايزين ان احنا بنكريت نشوف بقى ازاي هيتحول النيو دي لاس تي دي 001. هنرجع هنا على البايثون، هنبدا نعمل اوفر رايد على الكرييت ميثود اي بي اي. احنا المفروض تعرفنا على الكرييت ميثود قبل كده ازاي نعمل لها اوفر رايد يعني. اي بي اي دوت موديل، هنقول ديف كرييت، وكانت بتاخد سيلف وبتاخد الفاليوز اللي داخل الكرييت يعني فالس. بعد كده هنبدا هنتشيك على ايه، لو كانت القيمه بتاعه اللي هي الستودنت ريفرنس دي كانت بتساوي نيو، ابدا خلي لي القيمه بتاعتها جايه من السيكونس. هنعملها ازاي دي؟ هنقول اف الفاليوز دوت جيت، هتجيت الستودنت ريفرنس او الاس تي دي ريفرنس ونيو، هنقول اللي هي بتساوي نيو. يبدا والله يقول لي ان القيمه بتاعتها لا، القيمه بتاعت الستودنت ريفرنس مش هتكون بتساوي نيو، لا خليها لي بقى بتساوي السيكونس يعني. فازاي؟ هنقول ان هي سيلف دوت ان اوف اي ار دوت سيكونس دوت نيكست باي كود. ده هنضيف داخله ايه؟ احنا هنا لو داخل السيكونس عرفنا حاجه اسمها داخل فيلد اسمه ستودنت، داخل فيلد اسمه كود في حاجه اسمها ستودنت دوت سيك، هو ده القيمه اللي هنستخدمها هنا.
فهو هنا معناها ايه السطر ده؟ معناها لو كانت القيمه بتاعه الستودنت ريفرنس بتساوي نيو، لا خلي لي القيمه بتاعته جايه من الستودنت سيكونس، اللي هو هتخليها لي اس تي دي، وايا يكن بقى الريكورد اللي على او البادئ او الانكريمنت اللي عليه الدور. بعد كده هنبدا نريتيرن سوبر، هنبدا نعمل اوفر رايد عليها، يعني اللي هي الستودنت سكول ستودنت ويسل دوت كرييت الفاليوز بتاعتنا. نبدا نسيف، ما ننساش بس نضيف الداتا دي داخل المانيفست، وهنبدا نكلوز، نبدا نعمل ابجريد. نبدا نريفرش، هنبدا نضيف ستودنت جديد، وليكن مثلا ممكن نسميه محمود احمد مثلا، والبيرث داي بتاعه وليكن مثلا 2017. طبعا الحاجات اللي دي مش ريكويرد، الفون نمبر هو اللي ريكويرد بس، اي رقم طبعا. نبدا نسيف، فالقيمه بتاعته اتحولت اوتوماتيكلي من نيو ل اس تي دي 001. فبدأنا نكريت ستودنت تاني، وليكن مثلا ممكن نسميه احمد محمود، والبيرث داي برضه عشان ده ريكويرد اكتوبر مثلا. نبدأ نضيف اي رقم، بدأنا نسيف، فالرقم اللي عليه الدور بعد كده هو الاثنين، وبدأ يضيفه يعني. طبعا لو حضراتكم يعني يفضل حضراتكم تعملوا الكورس والانرولمنت، هتكون الاستفادة اكبر يعني. بس هو ده اللي كنت حابة اتكلم فيه في السيكونس.